السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم مربى البلح، بما إننا في موسم البلح. كل سنة وانتم طيبين يا رب. أول حاجة حبيت أوريكم نوع البلح وطريقة تقشيره وتقطيعه قبل ما أوريكم طريقة تسوية المربى. بالنسبة للبلح بقى، ده بلح سماني، وده يعتبر أفضل أنواع البلح اللي بتتعمل مربى. أهم حاجة بس نتأكد إن البلح اللي معانا ناشف، ما يكونش رطب، لأن الرطب مش هيدينا أفضل نتيجة للمربى. بنقشر البلح بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهقطعها طرنشات أو شرايح زي ما انتوا شايفين، سميكة بقى أو رقيقة زي ما تحبوا. دي طريقة من طرق تقطيع بلح المربى. بيكون ده شكلها بعد لما بتستوي، بيبقى شكلها جميل جدا وطعمها كمان جميل. بتنفع جدا في سندوتشات المدرسة، وطبعا قيمتها الغذائية عالية. وده النوع اللي أنا هنفذه لكم في فيديو النهاردة إن شاء الله. النوع التاني بقطعها نصين، وهوريكم برضو أنا هعملها إزاي. والطريقتين بيكونوا أحلى من بعض، أنا بعمل الطريقتين الصراحة. طبعا لو عندكم طريقة تانية مختلفة عن التقطيعة بتاعتي برضو مفيش أي مشكلة، هي طريقة التسوية واحدة. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها نصين، وهشيل منها النوايا. لو النوايا صعبة زي ما انتوا شايفين كده، هشقها من الجنب بحيث ان تسهل عليا خروج النوايا منها. طريقة التسوية بتكون واحدة والطعم واحد، بس الشكل هو اللي بيختلف. وده شكلها طبعا بعد لما استوت، شكلها جميل وطعمها جميل جدا. نروح بقى علشان نسوي المربى. انا جبت اكبر حلة، حطيت فيها 100 بلح، قشرتهم وقطعتهم طرنشات زي ما انتوا شايفين كده. هحط على ال 100 بلحة بقى عصير 8 ليمونات، كمان كيلو من السكر. المقادير اللي انا بقولها دي ل 100 بلح، هنجيب 100 بلح ونقشرهم ونقطعهم بقى التقطيعه اللي احنا عايزينها، ونحط المقادير اللي انا بقول عليها دي. هحط كمان شوب ميه سخنه او مغليه، وهعلي النار ومش هقلبها، انا هسيبها بس اول ما هتغلي. زي ما احنا شايفين كده هي بدأت تختلط ببعضها، وهسيبها بقى. بعد نص ساعة هوريكم شكلها ازاي. ده بعد مرور النص ساعة بدأت تاخد لون وبدأت تدخل في السوا. هبدأ بقى اقلبها وهدي النار علشان خاطر هي كده بدأت تدخل في السوا عشان ما تتلسعش مني. وهنسيبها بقى لحد لما تبدأ تاخد اللون اللي احنا عايزينه، وندوقها ونشوف بقى هي استوت ولا لا. شايفين كده لونها بقى جميل جدا وطعمها جميل جدا واستوت. حطيت لها نص معلقة من الفانيليا وطفيت عليها. طبعا هي لونها جميل جدا، بس معلش الفلاش فصل فالإضاءة غامقة. هتشوفوا شكلها دلوقتي النهائي. ده شكلها النهائي، لونها جميل جدا وكمان طعمها جميل. لو حابين نخرجها افتح من كده مفيش مشكلة طبعا، بس ناخد بالنا هي استوت ولا لا، ندوقها. وشكل العسل طبعا بيبقى باين لافف بيها كده، وده بيأكد لنا انها استوت. بس ما نغمقهاش عن اللون اللي انا عاملاه ده عشان هتجمد معانا جدا بعد ما تبرد. يلا بقى جربوا طريقة المربى بتاعتي، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كنت معاكم سحر محمد من ايزي فود، انتظروني في وصفة جديدة.